ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. دي الحلقة التانية في اساسيات وورد. احنا لسه مكملين مع بعض، واخر حاجة وقفنا عندها هي الملف ده. وطبعا شرحت لكم بعض الحاجات في الدرس اللي فات، فاللي ما تابعش الدرس اللي فات يا ريت تشوفه ضروري ضروري علشان تفهم احنا هنقول ايه الدرس ده، لان طبعا الحلقات مكملة بعض. عرفنا مع بعض ازاي نفتح الوورد. هنضغط على ويندوز وحرف الار وهنكتب وين وورد زي ما انتم شايفين، وهنضغط انتر. هيفتح معانا طبعا زي ما اتعودنا مع بعض ان احنا نفتحه يعني. في الحلقة اللي فاتت احنا عرفنا مع بعض ازاي نفتح الملف وازاي نقفله. فطبعا دلوقتي احنا هنروح نفتح الملف بتاعنا اللي كنا عاملينه قبل كده. هنروح على فايل، وبعد كده على كلمة كمبيوتر، وبعد كده على براوز اللي هي دي، وبعد كده هنروح على المكان اللي احنا سيفنا فيه الملف بتاعنا وهو ده. زي ما انتوا شايفين ديت اخر حاجة احنا وقفنا عندها. هنكمل بقى مع بعض النهاردة شوية حاجات مهمة كده. احنا دلوقتي عايزين نعمل خط تحت الكلام اللي مكتوب، مش خط في النص زي ما عملنا المرة اللي فاتت، ولا خط لازق في الكلام، لا، عايزين نعمل خط بايت كده. هنعملها ازاي؟ هنروح على الاختيار ده من قائمة هوم برضو زي ما انت شايف. هنفتح هوم، وهنروح على الاختيار ده، هنضغط على السهم اللي نازل لتحت ده ضغطة واحدة، وهنختار اول اختيار بوتوم بوردر. بمجرد ما هنضغط عليها يا شباب زي ما انتوا شايفين عمل لنا الخط. طيب لو عايزين بقى نعمل مستطيل كده جواه كل الكلام ده، هنروح برضو من على نفس الاختيار وهنضغط على الاختيار ده. زي ما انتوا شايفين عمل لنا مستطيل جواه كلام. طيب دلوقتي لو عايز تعمل خط فوق، خط على اليمين، خط على الشمال. طيب دلوقتي لو عايزين نعمل مثلا خط فوق او خط في الجنب او خط على الشمال في اي مكان انت عايزه، هتروح برضو على نفس المكان اللي احنا اخترنا منه المستطيل. بس المرة دي لازم تلغي المستطيل اللي انت عامله، لانك لو اخترت اي حاجة تانية مش هتنفع، مش هتشتغل، هتشيلهولك. انت فاهمني؟ يعني دلوقتي مثلا ده مستطيل، انت لو عايز تعمل خط فوق، لو جينا من هنا واخترنا الخط اللي فوق زي ما انت شايف هو شاله. طيب ايه دلوقتي اللي المفروض يتم؟ لازم تروح الاول تلغي الاختيار اللي احنا عملناه. احنا كده لغيناه. طيب دلوقتي عايز تضيف خط فوق بقى او على الشمال او على اليمين، هنروح برضو من نفس المكان وتختار المكان اللي انت عايز تعمل فيه الخط، وليكن مثلا فوق. هنضغط على دي زي ما انت شايف الخط اتعمل معانا فوق. هنخليها مثلا تحت عشان تبقى يعني واقعية شوية. لو جينا بعد كده كتبنا كلمة يساوي وبعد كده راند، بعد كده ضغطنا على شيفت وعملنا قوسين زي ما انتوا شايفين كده. انا هغير لكم بس الخط الاول علشان ايه الكلام يبقى واضح معانا. زي ما انتوا شايفين كده لو كتبنا الجملة ديت كده بالظبط وضغطنا انتر، شوفوا ايه اللي هيحصل. زي ما انتوا شايفين طلع لنا كلام كتير جدا. هنا بقى هقول لكم ازاي تنسقوا الصفحة وازاي تعملوا لها ترقيم، ونفهم مع بعض شوية حاجات كده هتفيدك جدا جدا جدا. زي ما اتعودنا مع بعض ازاي بتغير الخط. انت دلوقتي عايز تغير الخط ده هتعمل ايه؟ هتضغط بس على اي مكان فاضي وهتضغط على كنترول ايه، هتحدد كل الكلام اللي موجود. هنروح فوق هنا ونختاره بقى الخط اللي احنا عايزينه زي ما انتم شايفين كده بطريقة سهلة جدا. طيب دلوقتي احنا عايزين نظبط المحاذاة بتاعة الصفحة. هنعمل ايه؟ عايز انا الكلام اخليه على الشمال لان الكلام ده انجلش. هعملها ازاي ديت؟ طبعا انت خدتها الحلقة اللي فاتت بس هنعيدها لك مرة واتنين وتلاتة علشان تفهم برضو وعلشان تحفظ. هنحدد على الكلام كله ونضغط على كنترول وحرف الاي، وبعد كده هنضغط على المحاذاة اللي هي كنترول مع حرف ال. لو ضغطنا كنترول وحرف ال زي ما انت شايف الكلام كله بقى على ناحية الشمال، وهو ده اللي مطلوب لان ده كلام انجلش. تمام. نيجي بعد كده على حاجة مهمة. شايف الجزء اللي فوق ده؟ الجزء اللي فوق ده اسمه هيدر. الهيدر ده اللي هو رأس الصفحة، الحاجات ديت ما بيتكتبش فيها حاجة. تمام. والفوتر اللي تحت برضو نفس الكلام، بيبقى فيه مثلا الرقم اللي هو مثلا رقم الصفحة والحاجات اللي انت هتاخدها كمان شوية. فيها حاجات مهمة هشرحها لكم بس مش دلوقتي، اللي هي الحاجات دي هشرحها لكم بعدين. هنيجي دلوقتي على حاجة مهمة وهي ازاي نعمل ارقام للصفحة. دلوقتي انا ايه عرفني ان ديت الصفحة رقم واحد وان ديت رقم اتنين؟ لازم يترقموا طبعا علشان تبقى عارفهم كويس وعشان تعرف تفرق ما بينهم. هنعملها ازاي ديت؟ هنروح على insert،
هنروح بعد كده على بيج نمبر، وبعد كده هنيجي على الاختيار التاني ده، هيفتح لنا حاجات كتير كده. هنختار بقى الحاجة اللي احنا عايزينها، هنختار يعني الشكل اللي احنا عايزينه، وليكن ده مثلا. بمجرد ما هنضغط عليه كده زي ما انتوا شايفين، عمل لنا ادي رقم واحد، ولو نزلنا تحت هتلاقي رقم اتنين، ولو نزلنا تحت هتلاقيه خلاص بقى هتلاقيه رقم لك الصفحات لحد الاخر زي ما انت شايف كده. طبعا نكبرها عشان ايه تبقى واضحة ليكم كده. طيب دلوقتي احنا عايزين نعمل حواف شكلها جميل للصفحة. هنعملها ازاي؟ هنروح على الديزاين، وبعد كده هنروح على اخر حاجة اللي هي بيج بوردرز، هنضغط عليها ضغطة واحدة كده هتفتح لنا الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. دلوقتي احنا بنختار الحواف ديت زي ما انت شايف من فين، من هنا كده. لو ضغطنا على كلمة بوكس هنا بنختار الخط اللي احنا عايزينه. لو اخترنا الخط ده زي ما انت شايف هنا بيوريك بيقولك هتبقى شكلها عامل كده على الصفحة ماشي. وهنا طبعا السمك بتاع الخط اللي احنا عايزينه، احنا طبعا خليها زي ما هي، وهنختار مثلا ايه الخطين دول مثلا، وهنضغط اوكي. زي ما انت شايف عمل لنا حواف للصفحة بتاعتنا، وطبعا الكلام ده هيتطبق على كل الصفحات. طيب في حاجة دلوقتي مهمة جدا، وهي لون الصفحة ذات نفسه. انت لو عايز تغير لون الصفحات هنروح على حاجة اسمها بيج كولر جنب البيج بوردر بالظبط. زي ما انت شايف هتلاقي عليها الوان كده، هنضغط عليها ضغطة هتفتح لنا قائمة الوان فيها الوان كتير جدا، بتختار منها الالوان اللي انت عايزها للصفحة. طبعا احنا لو نزلنا على كلمة نو كولر وضغطنا عليها مش هتعمل لنا اي لون، لكن لو عايزين بقى نختار لون احنا عايزينه، هو لو في الوان هنا مش موجودة وانت عايز لون معين، هننزل على كلمة مور كولرز، هنضغط عليها ضغطة وهنبتدي نختار اللون اللي احنا عايزينه من هنا. وبمجرد ما هنضغط على اوكي زي ما انت شايف الصفحات بتاعتنا اتغيرت للون اللي احنا اخترناه. طيب احنا هنختار لون هادي شوية كده زي ما انت شايف كده. طيب دلوقتي برضو في حاجة مهمة، في حاجة اسمها علامة مائية. انت لو بتاخد بالك هتلاقي ان اغلب المذكرات اللي بتاخدها من مدرسين هتلاقي عليها اسمه بالعرض كده، كده مثلا او كده. بتتعمل ازاي ديت؟ هتروح على الاختيار ده اللي عليه حرف الايه، هنضغط عليه ضغطة واحدة هيفتح لنا حاجات جاهزة زي ما انت شايف كده. احنا اخترنا ديت مثلا زي ما انت شايف هتلاقي كلام بالاحمر كده خفيف ظاهر. طيب انت عايز انت تكتب الحاجة بايدك، مش عايز حاجة جاهزة، هنروح على حاجة اسمها الكاستم اللي عليها حرف الايه، هنضغط عليها ضغطة واحدة كده. زي ما انت شايف فتحت لنا شوية حاجات كده. احنا ايه اللي يهمنا من هنا؟ هنا بقى بختار نوع الخط. طيب دلوقتي انا عايز اكبر الخط بتاعي، اعملها ازاي؟ انا عرفت الخط بيتغير منين، فعايز اكبر الخط بتاعي. في حاجة هنا اسمها سايز زي ما انت شايف، وجنبها اوتو، هنضغط عليها كده هيفتح لنا ارقام. هنختار طبعا الرقم اللي احنا عايزين نكبر بيه الخط بتاعنا. الارقام ديت هي حجم الخط، يعني لو ضغطنا على 90 وضغطنا على كلمة ابلاي هتلاقي الخط بقى صغير جدا. طيب لو ضغطنا تاني على السهم ونزلنا تحت على 144 وضغطنا ابلاي هتلاقي الخط كبر شويه. طيب انت دلوقتي عايز تخليه كبير جدا، هتعملها ازاي؟ مش لازم تنزل كده وتختار، لا انت ممكن تحدد كده وتكتب الخط اللي انت عايزه، وليكن مثلا 300، وهتعمل ابلاي. بمجرد ما هتعمل ابلاي زي ما انت شايف الخط اتغير معاك، بس الكلام مش مظبوط. طبعا انت عارف الخط بيتغير منين؟ من كلمة فونت. تضغط على فونت وتختار الخط اللي انت عايزه وتضغط على ابلاي زي ما انت شايف اتغير معانا الخط. انت كده عرفت ازاي بتعمل حواف للصفحة، عرفت ازاي تغير اللون بتاعها، عرفت ازاي تعمل ارقام للصفحة، عرفت ازاي تعمل علامة مائية. الحاجات ديت كلها سهلة وبسيطة ومش صعبة، فلازم تطبق الحاجات ديت ورايا مباشرة علشان تفهمها وتحفظها علشان ما تنساهاش. فكرة انك تتفرج وما تطبقش يبقى انت كده ما بتعملش حاجة للأسف. دلوقتي احنا هنعمل صفحة جديدة. ازاي نعمل صفحة جديدة؟ انت دلوقتي عندك كام صفحة؟ لو نزلنا كده هتلاقيهم 8 صفحات. فعايز اعمل صفحة جديدة، اعملها منين ديت؟ هقولك هنروح على insert وهنروح على الاختيار ده. لو ضغطنا عليه ضغطة واحدة هتلاقي ان اتعمل لنا صفحة جديدة. احنا كان عندنا 8 صفحات، لو نزلنا تحت كده هتلاقيهم بقوا 9. طيب حد دلوقتي يقول لي احنا عملنا صفحة جديدة بس بوظنا الدنيا. يعني لو نزلنا لتحت هنلاقي فعلا الصفحة اتعملت لكن جواها كلام،
ولو رجعنا على الصفحة الأولانية هنلاقوها فاضية. فدلوقتي الدنيا عندنا باظت خالص ومش عارفين هنعمل ايه. هقولك الموضوع بسيط جدا، هنضغط ضغطة واحدة في الصفحة الأولانية بتاعتنا اللي هي الفاضية، وهنضغط على ديليت. ديليت ديت اللي هو مفتاح الحذف اللي في الكيبورد. بمجرد ما تضغط عليه زي ما انت شايف كده حذف لنا الحاجات الفاضية ورجع لنا كل حاجة زي ما كانت. ولو نزلنا تحت على الصفحة اللي احنا عملناها هتلاقيها فاضية ما فيهاش اي حاجة. طيب نيجي بقى دلوقتي على حاجة مهمة، ازاي نعمل جدول. ازاي نعمل جدول في مربعات زي اللي احنا بنشوفه مثلا. زي ما احنا موجودين في insert هنروح على كلمة table، هنضغط عليها ضغطة زي ما انت شايف هيفتح لنا شوية حاجات كده. احنا دلوقتي لو مشينا الماوس بتاعنا على المربعات ديت هيعمل لنا المربع في الصفحة زي ما انت شايف. طيب انا مش عايز اعمل الكلام ده، انا عايز مثلا اعمل مربع 4 في 10 مثلا او 4 في 5. هعملها ازاي؟ هنروح على كلمة insert table زي ما انت شايف كده اللي هي اول اختيار، هنضغط عليها ضغطة هيفتح لنا الصفحة دي. اول حاجة بيقولك ده بالعرض وده بالطول. يعني ايه بالعرض؟ يعني الاختيار ده لو كتبت مثلا 4 في مثلا 5 كده هتعمل 4 مربعات بالعرض و5 بالطول. لو ضغطنا بقى اوكي زي ما انت شايف عمل لنا 4 بالعرض و5 بالطول. طيب حد يقول لي انا نسيت وعايز ازود اخليهم 5، اعملها ازاي دي؟ هقولك الموضوع بسيط جدا. هنيجي مثلا هنا كده زي ما انت شايف وهنضغط على علامة الزائد دي. بمجرد ما هنضغط عملت لنا مربع كمان بقوا 5 في 5. طيب وتحت نفس الكلام، نيجي تحت كده ونيجي هنا مثلا هنضغط على علامة الزائد زي ما انت شايف عملت لنا مربع جديد بقى 6 في 5. فدلوقتي الموضوع بسيط جدا 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 فوق ما تتخيل. كل الموضوع بس انك لازم تطبق ورايا مرة واتنين علشان تفهم الدنيا كويس. هنيجي بعد كده على حاجة مهمة ولازم تبقى عارفها كويس جدا. اغلب الورق اللي انت بتشوفه سواء مذكرات او كتب، الحاجات ديت كلها بتبقى المقاس بتاعها A4. يعني ايه A4؟ يعني ده المقاس بتاع الطباعة. يعني مثلا المذكرة دي مثلا وليكن مثلا المذكرات اللي انت بتمتحن فيها او انت بتراجع فيها المقاس بتاعها بيبقى زي دي. طيب ده ليه مقاس، المقاس ده اسمه A4. فانت علشان تطلع الورقة بنفس المقاس بتاعك هتعملها ازاي؟ هقولك هتروح على بيج لي اوت اللي هي دي، هنضغط عليها ضغطة واحدة وبعد كده هنروح على حاجة اسمها سايز هنضغط عليها ضغطة واحدة. هتفتح لنا حاجات كتير كده غريبة بالنسبة لك. احنا كل اللي يهمنا في الموضوع A4 زي ما انت شايف ضغطة واحدة احنا كده اخترنا المقاس تمام. تيجي بقى بعد كده تحفظها ولو حابب تطبعها هقولك هتعمل الكلام ده ازاي، بس مش دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين نفهم ازاي نتعامل مع الوورد علشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك. طيب دلوقتي انت عايز تطبع مقاس اقل، المقاس الاقل ده مثلا اللي هو نص دي مثلا. بتيجي برضو على السايز وهنا بقى بتختار الاي 5. الاي 5 ده اللي هو يعني يعتبر نصها كده، بيبقى مقاس صغير. هنا انا بقولك ان اكتر حاجة مستخدمة في مصر هي الاي 4. نادرا بقى ما تلاقي حاجات تانية ممكن تنطلب منك زي الاي 5 مثلا. طبعا انا كلامي بالنسبة لك هيكون معقد شوية لكن مع الوقت هتفهمه وهتعرف الدنيا ماشية ازاي. دلوقتي احنا هنحفظ مع بعض الملف ده علشان ان شاء الله الحلقة التالتة نكمل مكان ما وقفنا. يعني احنا الحلقة التانية احنا خلاص وقفنا هنا، الحلقة التالتة هنبدأ من هنا برضو. فدلوقتي احنا هنروح نحفظ الملف بتاعنا. ازاي بنحفظه؟ لازم تحفظ الموضوع ده كويس وما تنساهوش. هنروح على فايل وهنضغط على سيف از زي ما انت شايف وبعد كده على براوز وبعد كده نختار المكان اللي احنا عايزين نحفظ فيه الملف بتاعنا الديسكتوب زي ما انت شايف. وهنكتب هنا مثلا وورد 2 عشان احنا عملنا وورد قبل كده. ولو جينا على الاختيار اللي تحت فانا شرحته لك قبل كده وقلت كل اللي يهمنا منه الوورد والبي دي اف. ايه وورد وايه بي دي اف؟ دول صيغة الملف. ايه صيغة ملف ديت؟ انا كل اللي طالبه منك بس انك تفهم انك تحفظ الوورد بالتحديد بالصيغة دي اللي هي اول واحدة. وبعد كده هفهمك الدنيا واحدة واحدة وهنضغط على كلمة سيف. ولو خرجنا هتلاقي ان الملف اتسيف معانا زي ما انت شايف. وبكده يا شباب وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب تكون استفدت منها وتكون عجبتك.
اهم حاجة في الموضوع يا شباب انك تطبق الحاجات اللي احنا خدناها اول باول علشان تفهمها، علشان بعد كده لما تيجي تستخدمها تبقى فاهم الحاجات اللي احنا شرحناها. ما تكتفيش انك تتفرج وتقول انا كده خلاص عملت اللي عليا، لا، لازم تطبق الحاجات اللي انت خدتها زي ما قلت لك علشان ما تنساش. واشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية ان شاء الله.